وصفتنا الليلة مقرمشات الدجاج بخبز التورتيلا. سناك خفيف ولذيذ وسهل وبيتعمل بسرعة. يلا نشوف كيف حنقدر نعمله. أول حاجة عندي صدور دجاج نقعتها في موية فيها خل وملح لمدة نص ساعة، وبعد كده غسلتها كويس ونزلتها في الكبة. حبهرها بملح وفلفل أسود، بودرة بصل وبودرة توم وجنزبيل مسحون وشطة اختياري. بعد كده حنفرمها كويس جدا صدور الدجاج مع البهارات لغاية ما تنعم معانا تماما وتبقى معانا عجينة ناعمة بالطريقة دي. بعد كده حنجيب خبز التورتيلا وندهن طبقة خفيفة من الدجاج بتاعنا. نستعمل خبز التورتيلا لأنه خبز أكتر خبز متماسك وما حيتبهدل معانا بعدين. زي ما قلت لكم طبقة خفيفة من الدجاج عشان يستوي معانا بسرعة. بعد ما عملنا طبقة خفيفة بعد كده حنقسمه لمثلثات، وبعد كده نشوف الخطوة اللي بعديها اللي هي خطوة التغطية. التغطية طبعا بتكون بالبيض والبقسماط. البيض هبهر البيض بشوية ملح، بنزود الملح عشان احنا عاملين بهارات في الدجاج، وملعقة بتاع الدقيق ونخففه بحبة حليب. حنخلط الحاجات دي كلها مع بعض وناخد قطعة قطعة ننزلها أول حاجة في البيض بالطريقة دي، وبعد كده نشيلها من البقسماط نغطيها بالبقسماط كويس جدا، وبس كده نواصل لغاية ما نخلص كامل الكمية. وبعد كده بعد ما خلصنا كميتنا عندنا اختيارين، يا إما ندخلهم الفرن نرصهم في صينية الفرن، يا إما نقليهم في زيت. أنا حقليهم في زيت، الزيت يكون غزير على نار وسط، ما حياخد معانا وقت كتير لأنه صدور الدجاج أساسا طبقة خفيفة. زي ما قلت لكم ما نتقل الطبقة بتاعت الدجاج عشان تستوي معانا بسرعة. هتاخد معانا من 8 ل10 دقايق لغاية ما تتحمر معانا وتاخد معانا اللون الحلو ده. بس كده وهي جاهزة معانا. جربوها، لذيذة جدا وحيحبوها الأطفال. سلامة، في أمان الله.